السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم في قناة صابرينا كويزين. أول حاجة راح نتعذر من مشتركي وراح نشكرهم على الاهتمام الكبير، وصراحة يعني عجبتني تعليقاتهم وفرحتني، يعني كان اهتمام كبير ونشكركم بزاف. وبالنسبة لوصفة اليوم، هي كان جاني طلب على كيكة عيد ميلاد. كانت أخت طلبت مني كيكة عيد ميلاد، وأنا بالنسبة لي كان يعني ولد ابنها، يعني أنا فضلت إني نعمل له قطعة من التيغان أو الملعب، وإن شاء الله تعجب هذه الفكرة وتعجب ولدها إن شاء الله. نبدأ بسم الله. عندي في الكيكة الإسفنجية عندي 8 بيضات. أنا راح نعمل لكم كيكة إسفنجية كلاسيكية فرنسية، يعني هذه الكيكة فرنسية وكيكة ناجحة بإذن الله. عندي 8 بيضات، وعندي كوب سكر وملعقة قهوة فاني ورشة ملح. راح نضربه كامل ذيك البيض. حوالي مدة 10 دقائق. يعني لازم يكون البيض يصبح إسفنجي. هذه الكيكة الناجحة، يعني هذه الكيكة راهي فرنسية، يعني مضمونة من عندي أنا. نتمنى إنها تعجبكم هذه الطريقة وهذه الفكرة، يعني بالنسبة لكل أخت تحب تحضر كيكة. بالنسبة تخص بالذكر، نعرف الأولاد يحبوا الملعب أو كرة القدم. جتني فكرة أن نحضر نفس الشيء في هذه الكيكة. بعد ما نضربه كامل هذاك البيض يصبح إسفنجي، هذه ضروري، هذه العملية ضرورية. كما راكم تلاحظوا الكيكة راهي سهلة وما تطلبش، ما فيهاش كمية كبيرة، يعني مواد كثيرة. اسمحوا لي شوية على الصوت، راهو الصوت شوية عيان، لكن حسيت اني طولت عليكم شوية. بعد ما نخفقوا ذاك البيض، حنبداو نضيفوا. هذه المرحلة راهي كافية عندي. نبداو نضيفوا كوبين من الطحين، كوبين من الفرينة، نكبوا بمهل. لازم ضروري عملية النخل، لازم نخلوه. نكبوا بشوية ونحركوا بالتدريج. هذا الكوب الثاني كما راكم تلاحظوا راهي سهلة. 8 بيضات وكوب سكر وملعقة فاني ورشة ملح و2 كوب من الطحين، يعني 2 كوب فرينة. أنا عملت هذه الكمية بالنسبة للبلاطو يكون كبير شوية، يعني بالنسبة للبلاطو عادي المتوسط تقدري تستعملي نصف الكمية، يعني 4 بيضات، نصف كوب سكر. وصدقوني راهي بالنسبة للحلاوة يعني ناقصة شوية، أنا نقصتها يعني باش تعطيك مع الكريمة حتعطيك يعني تجانس رائع. وهذا أنا اخترت هذا البلاطو باش يسهل لي عملية التيغان. راح ندخلوه الفرن 170 درجة مئوية. يحكم لك حوالي نصف ساعة. وراح نبدأ نخدموا الكريمة. أنا حبيت نخدم كريمة الميرينج الإيطالية. راح نضيفوا كوب سكر عادي وثلث الكوب ماء، وراح نحطوها على النار متوسطة وخلوه يغلي. نبداو نوجدو بياض البيض. هنايا عندي 3 بياض بيض.
ونبداو نخفقوه. راح نضيفوا رشة ملح ضروري. في البداية راح نخفقوه حتى تتشكل عندي ميرينغ، يعني سوائل راح ما تبانش في هذه المرحلة. يعني بعد ما أصبحت إسفنجي راح نبدأ نضيفوا السكر اللي كنا غليناه من قبل، ونخلطوه نخفقوه جيدا. بالنسبة للكريمة أنا قسمت الكريمة على 2، نصف زدت له 50 جرام زبدة باش تعطيني كريمة بذوق الحليب، والنصف الآخر خليته كيما راه ميرينغ إيطالية، خليته كيما راهي باش نطلص بها الكيكة. ولهنايا الكيكة بعد ما طابت عندي نعطيكم بمجرد فكرة يعني تقلبوا المول اللي كنتوا طيبتوا فيه الكيكة، اللي كنتوا طبختوا فيه الكيكة هكا باش تسهل لك عملية التزيين. وانا قسمته على 2. راح نبدأ نطلص الطبقة السفلية بالكريمة اللي كنت ذكرتها لكم، نكهة الحليب اللي ضفنا لها الزبدة. ضروري انك تضيفي الزبدة وهي سخونة، يعني الميرينغ كي تكون سخونة ضيفي لها الزبدة حتعطيك نكهة حليب رائعة، وراح تهشش لك الكيكة. وراح نضيفوا الطبقة العلوية. اما بالنسبة للتزيين عندي جوز الهند، راح نضيفوا له ملون اخضر كما راكم تشوفوا، ونضيفوا له 3 ملاعق ماء. يعني علاش الماء؟ باش هذاك الجوز الهند راح يتهشش وراح يدخل فيه اللون اكثر. نحاولوا نفركوه جيدا بين اليدين. في البداية راح نضيفوا له لون بارد بهذا اللون. وفي هذه المرحلة راح نجيبوا الكريمة او الميرينغ الإيطالية اللي كنا خليناها عادية، يعني ما ضفنا لها والو. راح نطلصوا هذيك الكيكة، نحاولوا نسووها مليح، حاولوا نظموها جيدا. كما راكم تلاحظوا اسهل كيكة واسرع كيكة، يعني اقتصادية، وفي التزيين ان شاء الله تكون عجبتها صاحبة الطلب. انا نفضل الميرينغ الايطالية لانها مطبوخة وتسهل لنا الامر، يعني كريمة تقدر تشكلي بها الشيء اللي تحبيه. نحاولوا ننظموها يكون عندك سكين وشيء مسطح، يعني نظموها عشوائي. وش راح نديرو؟ راح نضيفوا هذيك الجوز الهند الملون، نحاولوا نرشوه كامل، نغطوا الميرينغ. ودرك في هذه المرحلة راح نجيبوا اي ورق، يعني نقطعوه بهذا السمك، نقطعوه بالمقص المطبخ، وراح ننظموها شوية. اما بالنسبة للجوز الهند اللي تبقى لي
راح نضيف له كمية أخرى من اللون، راح يعني نضيف لون غامق ونكملوا التزيين كما راكم تلاحظوا. نفس الشيء في الملعب، يعني في الملعب راح نوجدوا يعني كأنه مخطط، لون بارد ولون غامق، يعني خطوط غامقة وخطوط باردة. ومن بعد راح ننزعوا القطع الورق على مهل بهذه الطريقة، ومن بعد نحاولوا نضغط عليها شوية باش تبان كأنها هي طبيعية، يعني كأنه عشب طبيعي. أما اللي بقى لي راح نزينوه في الحواف بهذه الطريقة، راح تعطيك منظر هايل كأنها قطعة من عشب حقيقية. هذه المرة راح نكملوا مرحلة التزيين. راح نبداو في الكتابة. أول شيء راح نجيب كوب دائري وراح نضغط عليه في الوسط بهذه الطريقة. نبداو بالتزيين، تزيين الملعب، ونبدأ في الكتابة. راح نكتبوا عيد ميلاد سعيد، وراح نكملوا باقي التزيين. أتمنى أنها تعجبكم الفكرة. وبالنسبة للشموع، يعني للأسف مانيش عارفة كم عمر الولد، لكن حنضيف، أنا فضلت، عجبتني هذا الديكور، فاشتريت هذا النوع من البالونات أو الكرات. وإن شاء الله إنها تكون عجبتكم الفكرة، ولا كان عجبتكم الفكرة نتمنى أنكم تحطوا لي تعليق وتحطوا لي لايك واسمحوا لي على تأخر. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.